حاولت اني نكون ديسيبليني لمده شهر كامل والنتيجه ما كنتش كاع متوقعها. في هاد 30 يوم هذيك اكتشفت ان المشكله ماشي في الاراده ولا انت كسول ولا حاجه كيما هكا. المشكل الوحيد اللي يخليك ما تقدرش تكون ديسيبليني هو النظام نتاعك. اذا كنت حاسب ان الديسيبلين هي انك تنوض على 4 الصباح، الدوش البارد، تجري 5 كيلو، مديتيشن، جورنالينج، كاع هذاك الشيء فكره خاطئه. واذا كان هذاك التفكير مازال عندك في مخك راك مازال ما فهمت والو. اليوم في 5 نقاط راح نقول لك الحقيقه اللي اكتشفتها في 30 يوم هذه واللي غيرت النظره نتاعي لكلش. اولا في هاد الشهر هذا اكتشفت ان الويل باور ولا قوه الاراده هي مجرد وهم، هي حاجه ما تقدرش تعتمد عليها في اللونج تيرم، ما تقدرش تكمل معاك. بزاف الناس حاسبين انها لا ديسيبلين ولا انضباط ولا تحدي عموما هو عباره عن صراع يومي، خصك بزاف عليك تنوض كل يوم ومنه وتقاوم المشاعر. لا، كنت تشوف قوه الاراده نتاعك نتاعي ونتاع كاع الناس محدوده، ما تقدرش تكمل معاك دائما. حتى ولا كانت كبيره ما تقدرش تكمل معاك دائما. اذا كنت تعتمد على الويل باور ولا قوه الاراده باش تريزيست التليفون ولا تنحي الاكل غير صحي من النظام تاعك ولا مثلا تقلع عاده سيئه كنت ديرها، راك خاسر. هاد الشهر هذا رياليزيت انه ما خصنيش نلعبها اني قوي، باينه نكون ضعيف تجاه مثلا عاده سيئه ولا اكل غير صحي ولا التليفون. واش خصني ندير؟ خصني نفكر كمهندس. وعرفت ان افضل حاجه تقدر تساعدك باش تحقق اهدافك وباش تنحي اي عاده سيئه راه في حياتك هي النظام. لازم تبني نظام لكل حاجه في حياتك ولا كل عاده سيئه ولا كل حاجه راك باغي ديرها. علاش؟ اولا يساعدك باش تتبع كاع الاهداف نتاعك. مثلا الهدف نتاعي هو اني الماجوري في القرايه، الور نجيب لي كور نتاعي ولا ليزاما وندير له سيستم تراكر متتبع العادات. صار لها كيما الفيديو جيمز، كيما الجو مثلا ندخل لعبه سوبر ماريو ولا اي لعبه واحده اخرى، كي تدخل المنيو تلقى ستاتس نتاع الشخصيه اللي تلعب بها، مثلا شحال لاحق في السترينث في القوه، شحال لاحق في الذكاء، شحال لاحق مثلا في الماجيك، ما حاجه كيما هكا. ايا وانت راك تكمل هذيك اللعبه هذيك راك تقتل الوحوش اللي ما على باليش، يعطوك نقاط اللي تعمر بها ستاتس نتاعك. مثلا تخيل تعمر في القوه ولا في الذكاء ولا في الماجيك ولا في الدكس، اي حاجه من هادو. نفس الحاجه هذه راني باغي نديرها في التراكر. وثاني في اللعبه كي قلت لك بوس ولا ما على باليش دير حاجه شينه، هذوك ستاتس يبداو ينقصوا. نفس الحاجه مع العاده السيئه، كي دير عاده سيئه في نهار ولا تنقص ستاتس نتاعك في النظام نتاعك في التراكر. الوغ كيما كان الحال الحمد لله قدرت اني نبني نظام الاهداف نتاعي وني يساعدني نتجنب الخطا ونطور من كل هدف لوحده. كل هدف عنده تراكر خاص به، وبسبب هذا التراكر ولا النظام قدرت اني نشوف التقدم نتاعي في كاع الاهداف اللي درته ونقيم التطور نتاعي خلال هذا التحدي هذا، ونكتشف وراه نقاط الضعف نتاعي نقاط القوه، وراه الحاجه اللي دائما نطيح فيها وعلاش نطيح فيها ووقتاش نطيح فيها. هذو كامل تكتشفه بسبب النظام اللي هو اهم حاجه اللي تقدر توصلك للانضباط. اذا حاب تعرف كيفاش كرييت هذا النظام هذا وكيفاش كل هدف كرييت له التراكر الخاص به باش نقدر نتبع على طيله هذا التحدي هذا، خلي لي تعليق في الكومنت سيكشن على اي حاجه راك باغي تعرفها ونديروا عليها فيديو الجاي ان شاء الله. حاجة ثانية اللي اكتشفتها هي أن الموتيفيشن ولا التحفيز هو مجرد كذبة. بصح صبر، على بالي بلي سمعتها بزاف الأندرو تايت حمزة وكاع دوك السيلف امبروفمنت جوروز وبريد بيل جايز اللي يقولوا بلي أن الموتيفيشن هو just bullshit و don't rely on motivation build discipline. اليوم راني جاي نقول لك حاجة واحدة أخرى. اليوم راني جاي نقول لك don't rely on motivation and don't rely on discipline. ما تعتمد لا على التحفيز ما تعتمد على الانضباط، في جوج ما غاديش يقعدوا معك دائما. لازم تفهم حاجة هي أنك ما راكش قوي، ما راك حتى حاجة في الدنيا هذه، راك زيرو. مانيش نطيح لك من قيمتك ولا حاجة كيما هكا. من تستعرف الداخل في نفسك أنك ضعيف وما تقدر دير حتى حاجة، من تما وين غادي تجيك القوة. غادي تقول لي كيفاش نستعرف أني ضعيف تجيني القوة؟ منين غادي تجيني القوة؟ كاين واحد القول اللي كنت نسمع بزاف على أحد الصالحين اللي قال تحلى بصفاتك يمددك بصفاته. انت صح تتحلى بصفة الضعف، ربي هو اللي يمدك بالقوة. وهذه أهم حاجة اكتشفتها في هذا الشهر هذا، أنه إذا قعدت تكمل في هذا النظام الغربي نتاع سيلف امبروفمنت وريد بيل والفكر الغربي هذا، غادي تبني لداخل في نفسك واحد الماسيف ايجو، غادي يولي عندك واحد الكبر جبار، غادي تولي تعجب بنفسك. الور على بالي وعلى بالك أنه كمسلم هذه فكرة شينة. هاد الشهر هذا جازوا عليا بزاف اليامات اللي حسيت روحي فيه فاشل حرفيا، ما نقدر ندير والو. يامات وين ما قدرتش نوض فيها حتى من الفراش، يامات وين صح ما قدرت ندير والو. وبزاف اليامات ضاعوا في هاد الشهر هذا بسبب اني كنت نستنى الموتيفاسيون ولا كنت نستنى واحد يجي يحفزني ولا واحد يجي يدفعني. ما كانش. في هاد الشهر هذا عرفت واحد الحيله ولا واحد الشيت كود اللي تقدر تجيب بها واحد الموتيفاسيون جباره. موتيفاسيون ماشي تكمل معاك ديك البريود برك، تكمل معاك حياتك كامله. موتيفاسيون اللي تشد لك صح طيله التحدي اللي راك دايره. وهذه الحيله هذه هي عباره عن جوج صوالح، اولا الدعاء، ثانيا الخدمه. غادي تقول لي كيفاش، وانا نقول لك اصبر نفهمك. اولا الدعاء بلا ما نهضروا هو واحد الفائده كبيره في حياتك. ما تقدرش تصور الاماونت اوف موتيفيشن اللي يجيبها لك الدعاء.
الفكر الغربي سيلف امبروفمنت، ريد بول، حمزه، ديفيد جوجنز، اندرو تيت، كنت تبعه كاين جوج سيناريوز غادي يصراو لك. السيناريو الاول هو انك دير صح واش كنت تقول، وهنا راك تبني داخل واحد الكبر عظيم اللي هضرنا عليه قبيلات. السيناريو الثاني هي انك ما تلحقش دير كاع الاهداف اللي درتهم، ما تقدرش ديره، وهنا غادي يجيك واحد ديبرسيون حرفيا ما تقدرش تصورها، غادي تفقد الثقه في نفسك، غادي تجيك واحد الكآبه، غادي تحطم اي حاجه كنت بانيها انت على نفسك. يعني ببساطه لو كان تبع هذا النظام هذا، في السيناريو الاول راك خاسر، في السيناريو الزوج راك خاسر. افضل حاجه اللي تقدر تنجح بها وتجنب فيها كاع هاد السيناريوهات هادو هي الدعاء. فكر فيها مليح، الدعاء هو اصلا انك تبرأ من الحول والقوه نتاعك الى الحول والقوه نتاع مولانا، انك تستعرف الداخل في نفسك بلي راك ضعيف وما تقدر دير والو بلا المساعده نتاع مولانا. وهذه هي الرياليتي، هذه هي الحقيقه. في صح دير هذه الفكره هذه في مخك وتؤمن، صح ماشي تعرف برك، خاطرش كامل نعرفوا، بصح قليل فينا اللي يؤمن انه هو ضعيف وما يقدر يدير والو بالمساعده تاع مولانا. كاين جوج سيناريوز غادي يصراو تاني. السيناريو الاول انك صح تكمل هذيك الحاجه اللي طلبت مولانا انه يكملها لك، وهنايا راك نجحت في تحقيق الهدف نتاعك وما جاكش العجب، لانك راك عارف بلي هذه الحاجه هذه ما راهاش منك، راها من مولانا، تما لما كان لا يجيك العجب اصلا، وهنا راك ناجح. والسيناريو الثاني انك ما تنجحش في تحقيق الهدف هذاك اللي كنت حابه، وهنايا ثاني راك ناجح، لانه كامل على بالنا بانه مولانا اذا ما وفقناش في كاش هدف درنا حنايا، سيكو هذاك الهدف هذاك راه فيه ضرر لينا، تما راك ناجح في كل شيء، راك ناجح. واش راك تسنى؟ الحاجه الثانيه من تشيت كود اللي تجيب لك موتيفاسيون هي الخدمه. غادي تقول لي كيفاش خدمه تجيب لي موتيفاسيون؟ انا اصلا نتحق موتيفاسيون باش نبدا نخدم، كيفاش خدمه تجيب لي موتيفاسيون؟ غادي نقول لك اصبر نفهمك. من تبدا تحس بالملل، تحس روحك فاشل، تحس روحك حرفيا عاجز باش دير الخدمه اللي راها موراك، نوض دير دقيقه واحده من هذيك الخدمه اللي راها موراك. مثلا اليوم راني فاشل، راني عاجز، راني مانيش قادر نخدم، وعندي 6 سوايع قرايه، واش غادي ندير؟ غادي ندير ساعه واحده برك، ولا غادي ندير 15 دقيقه قرايه، هذا مكان. وهنا تجي اهميه انك تحط بير مينيمم في الهدف نتاعك، انك كي دير هدف تواظب عليه يوميا، لازم دير حد ادنى اللي ما تقدرش تهود تحته، حد اللي صح كتكون فاشل 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 في ذاك النهار، صاي عاجز، دير غير هذاك الحد وصاي، تعتبر الهدف هذاك راه ندار في هذاك اليوم. مثلا اذا عندك ساعه قرايه يوميا وما قدرت دير والو، دير فقط ربع ساعه. اذا مثلا عندك 100 بوش ابس في ذاك اليوم هذاك، دير فقط 10. مثلا اذا عندك كارديو نتاع 10 كيلومتر، دير كيلومتر واحد. المهم دير هذاك البير مينيموم اللي قلت لروحك ما غاديش تهود تحته. وهاد النقطتين هادو تشيت كود يجيبوا معك واحد موتيفاسيون جباره لو كان تعاوده كل يوم طيله هذا التحدي هذا. واذا كان عندك تساؤل في اي نقطه من هذه النقاط، ولا ما فهمتش حاجه، ولا راك باغي نهضر على جزء معين ونفصل فيه، خلي لي تعليق في الكومنت سيكشن على اي حاجه راك باغي تعرفها، ونديروا عليها فيديو جاي ان شاء الله. ثالث نقطة اللي اكتشفتها في هذا الشهر هذا هي أن المشكلة ما راهاش فيك أنت، المشكلة أن الجهاز العصبي نتاعك راه فاسد. رانا نعيشوا في واحد الرياليتي، واحد العالم وين الدوبامين راه يتمد بواحد الشكل رخيص في كل جهة، في ريلز، نوتيفيكيشن، الماكلة، في الألعاب، فيديو جيمز، في كل جهة كاين واحد الدوبامين سبايكس عالية بزاف اللي راها تمد لك بشكل رخيص، والنتيجة أن مخك تعود أنه يدي مكافأة على والو، حرفيا ما يدير والو وداك الشيء يدي مكافأة. في هذا الشهر هذا اكتشفت أنك ما تقدرش تقرا 6 سوايع ولا تقرا كتاب وانت عندك تليفون وتاكل اكل غير صحي وعندك اللي جو، ما تقدرش تجمعهم في ضربه واحده. لازم دير تطهير لمخك، لازم تنقي مخك باش يعاود يولي يستمتع بالاشياء البسيطه، يستمتع بالخدمه، يستمتع بالقرايه، يستمتع بالتريناج. لازم تنحي هذوك الصوالح من حياتك وتبدلهم بصوالح اخرين، حرفيا راك تنقي مخك. لو كان دير هاد الصوالح هادو، مخك غادي يولي يقدر القيمه نتاع المجهود، غادي يولي يبغي يدير مجهود باش يحصل على المكافاه هذيك، وما يوليش يحوس على المكافاه الفوريه. واذا راك حاب كيفاش تنقي عقلك وتخلص من تشيب دوبامين وتجيب صح الدوبامين اللي يساعدك باش تطور من نفسك، خليها لي في الكومنت سيكشن وندير عليها فيديو جاي ان شاء الله. رابع حاجة تعلمتها في هذا الشهر هي أن الشدة لا تهم بقدر ما تهم الاستمرارية. ما يهمنيش شحالك دير من بوش ابس 1000 2000 5000، ولا شحالك دير من سير ابس، ولا شحالك تقرا من ساعة، 5 سوايع، 10 سوايع، 20 ساعة، 24 ساعة راك تقراها في النهار. لو كان ما تستمرش على هذا النظام هذا ما غادي يتبدل والو. لو كان عطيك زوج من البني ادم، في زوج عنده اختبار على مدة شهر ولازم يحضروا له، الاول قرا 24 ساعة في يوم واحد فقط وما زادش قرا طيلة هذاك الشهر هذاك، والثاني كان يقرا جوج سوايع ووظب عليها طيلة هذاك الشهر، كل يوم يقرا جوج سوايع. شكون في ميزة غادي يدي اكثر؟ باين الشخص الزاوج. بزاف الناس يبداو كاش تحدي ولا كاش بروغرام بواحد الحماس كبير، من الاول بغى يقرا 10 سوايع، يتريني 1000 بوش ابس، ما على باليش يدير كلش، الور مر 3 ايام يقطع. هذا ماشي ديسيبلين، هذه يسموها تهور، يسموها غباء. لو كان تكرر نفس الفعل في نفس الوقت كل يوم، مخك غادي ما يوليش ريزيستي هذاك الفعل بزاف. مثلا الهدف نتاعك هو انك تقرا ساعه واحده في النهار، مخك في البدايه غادي يبدا يريزيستي هذاك الهدف هذاك، بصح بمرور الوقت مخك غادي يولي عامل هذاك الهدف هذاك كعاده، غادي تولي كل يوم حتى ولا كان كملوا لك كاع الوقت غادي تولي تقرا ساعه في النهار. هذاك الفعل هذاك ولا هذاك الهدف غادي يولي جزء من هويتك، ما غاديش تولي تحس روحك بنادم لو كان ما تقراش هذيك الساعه هذيك.
وبمرور الوقت هذيك الساعه غادي تولي ساعتين، وغادي تولي 5 سوايع، وغادي تولي 10 سوايع، تلقى روحك تطور من نفسك. ببساطه الانضباط هو انك تبان في الميدان كل يوم مهما كانت الظروف. واذا راك حابين نهضر على كيفاش تحافظ على الاستمراريه نتاعك مهما كانت الظروف، واش هما تشيت كودز ولا الشورت كاتس اللي يخلوك تحافظ على الاستمراريه نتاعك، خلي لي في الكومنت سيكشن تعليق وغادي ندير عليه فيديو ان شاء الله. النقطة الأخيرة اللي اكتشفتها في هذا الشهر هذا هي أن أكبر جائزة تقدر تديها من ديسيبلين ولا من تحدي ماشي هي الكور الشباب، وماشي هي أنك تكون ناجح ماديا ولا تماجوري في قرايتك ولا قاعد هاد الصوالح هادو. أكبر جائزة تقدر تديها من الديسيبلين هي احترام الذات. قبل هذا الشهر هذا كنت ندير واحد الوعود مع نفسي، كنت نقول روحي غادي نقراها شحال من ساعة، غادي نديرها شحال من بوش ابس، غادي نتريني، غادي ندير هذه وندير هذه، بالتالي نلقى روحي ما درت والو. وهذا الشيء هذا كان يحطم لي الثقة نتاعي بنفسي، كنت ندخل في واحد الديبريسيون حرفيا بسبب اني ما درتش هذيك الحاجة هذيك. بصح مورا 30 يوم اللي جوزتها مع التحدي هذا بديت نحس بواحد السلطة داخلية بدات تجيني. من نقول مثلا غادي نصور هذا الفيديو هذا غادي نصوره، من نقول غادي نقراها شحال من ساعة نقراها شحال من ساعة، من نقول غادي نترينيها شحال نترينيها شحال. هذا النوع من الثقة هذه ما تقدرش تشتريها بالدراهم ولا تكذب على روحك باش تديها. ببساطة تقدر دير هذيك الحاجة ولا ما تقدرش، ما تنجمش تكذب على روحك ولا تحشيها لروحك باللي تقدر. يا تقدر يا ما تقدرش، الا ما تقدرش غادي تفقد الثقة نتاعك في نفسك، واذا تقدر غادي تجيك الثقة نتاعك في نفسك. حقيقة عرفت في هذا الشهر هذا ان الانضباط هو اعلى درجات حب الذات. كي تبدا صح تحقق الاهداف اللي قلت لروحك غادي ديرهم، غادي تولي تحب روحك. انت مثلا لو كان دير تحدي ولا تبدا تنضبط، ما راكش تمنع روحك من المتعة ولا تحرم روحك من كاش حاجة، بصح ببساطة لانك تبغي نفسك، لانك تحب نفسك راك دير هاد الصوالح هادو باش تعيشها في المستقبل خير من الحاضر اللي راك عايش فيه نتايا. في الاخير بغيت نقول لك بان الغايه نتاع هذا الشهر هذا ولا تاع التحدي عموما ماشي اني ندير تجربه في اليوتيوب ولا في انستغرام ولا السوشيال ميديا باش نجيب الفيوز ونجيب السبسكرايبرز والفولورز. هادو هدف، بصح هدف ثانوي ماشي هما الاولويه. الاولويه نتاعي الهدف الاسمى من هذا التحدي كامل هو اني نسترجع الكرامه نتاعي. برك العالم ولا الدين ما راش يحتاج بنادم اللي يهضر بزاف، ما راش يحتاج بنادم اللي يقول غادي نقرا 5 سوايع وغادي ندير وغادي ندير وغادي ندير، راه يحتاج بنادم اللي صح يقرا 5 سوايع، اللي صح يدير الحاجه اللي باغي يديرها، اللي صح يطبق الاهداف نتاعه. مادام لحقت هذه النقطه من الفيديو باغي نقول لك باللي قدامك خيارين. الخيار الاول هو انك تسكيبي الفيديو الجاي، تكمل في التفراج وتكمل في حياتك القديمه، والخيار الثاني هي انك تبدا تنضبط، تبدا تطور في روحك، تبدا تسقم حياتك. اذا عجبك الخيار الثاني ما تنساش دير فولو ودير سبسكرايب، ويلا نبداو الرحله نتاعنا مع بعض، نطوروا من روحنا مع بعض. الرحلة هذه والجورني مازال راها مستمرة ومازال راها طويلة، وإذا كان عندك الشجاعة باش تبدل الواقع نتاعك أروح معايا في الطريق هذه، نخدموا أنا وياك مع بعض، وإن شاء الله نلحقوا أنا وياك وين رانا حابين. هيا زير روحك.